مساء الخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة ومهنيين يا ربي. اليوم حبيباتي بغيت نبارطاجي معاكم خلطة لتنظيف هاد الاواني تاع الحديد، الكيكوطات، القدور. المهم شوفوا كراهم مدودين. الصراحه انا ما بغيتش نغسلهم ونحكهم، يعني راني في مده ما حكيتهمش، قلت حتى يقرب رمضان كيما هكا وندير معاكم هذه الخلطه وتشوفوا المفعول تاعها. صاي ايوا ما تشوفوليش غير هذوك الكساكيس وهذوك القدور، على بالي بليها مطبزين، راكم تعرفوا الحديد تاعهم خفيف شويه. يعني هادو انا نستعملهم في الدار، لو ما عندي الكيكوطات الله الله وعندي القدور الله الله، بصح انا هادو نستعملهم كيما نقولوا في ايامي العاديه. شوفوا هنايا للخلطه عندي طرف صابون كيما هكا، غادي نسكرفجه كيما هكا، ضفت 2 مغارف تاع حامض السيتريك، وغادي نضيف مغرف تاع معجون الاسنان، وضفت الماء حامي اللي يكون حامي غايه الغايه. ونبدا نابليكي هذيك الخلطه كامل في الكيكوطات، في الطواجن اللي قد نطلصها كامل باه تقعد واحد 10 دقائق هكذاك هذه الخلطه. عاد تماك نبدا نحك. صاي وانتوما خواتاتي الا ما عندكمش حمض السيتريك يعني مش ضروري، تقدروا ديروا الليمون في بلاصته. حمض السيتريك كما راكم تعرفوا هو يعني يعطي واحد المذاق هكا حامض كيما الليمون، وينقي غايه الماعين كما راكم تشوفوا. قلت لكم عنده دور فعال في الاواني هذو في الغسيل. على هذا يعني اذا ما عندكمش تقدروا ديروا غير الليمون، ولا عندكم خدموا به غادي يخرج لكم نتيجه هايله. صاي خواتاتي ايوا غادي نغسل كامل هاد الماعين كيما هكا عادي، ومن بعد كي نغسلهم ونحكهم غادي شغل غير نشللهم ونوريلكم الفعاليه تاع هاد الخلطه. ومن بعد غادي ندير لهم كامل رغوه ونرغويهم بالاومو. شوفوا كيفاه جاي الماء، عاد نوريلكم النتيجه كي دايره. يعني هي تحكوا خواتاتي، باه نقول لكم يعني غير تحطوا الخلطه وتوخروا، لا يعني هذا ماهيش حاجه سحر، هذا غير تحطي الخلطه غادي تنحل، لا ديريها تابليكيها تحكي شويه شيء يقلع بالخف الاوساخ. المهم كي ينحي لك الاوساخ هذاك هو الصح. كاين كاع شي خلطات رانا نديروهم وتقعدي غير تحكي وما ينحيلكش الوسخ، وما طوم يعطيكش ديك اللمعه الشابه. على هذا خواتاتي هذا يعطيكم واحد اللمعه لهاد الماعين، ما تامنوش عقلكم. وغير معجون الاسنان وحده تاني هو فعال. انا مداري ندير يعني بلا حمض السيتريك، مداري ندير الصابون وندير معاه مغرف تاع معجون الاسنان، والله هي الشيرات والماعين يولوا يعني هكا يبريو. المهم غادي نغسل كامل هاد الماعين بهذه الطريقه. يعني راكم تعرفوا كي تكونوا تغسلوا الماعين وتحكوا في الكوزينه يعني كل شيء ترون لكم. هذه هي المراه مسكينه الشقاله حقها وين ما تروح، يعني الغسيل، التسياق، الماعين، الفطور، الحشاء، التربيه، القرايه. كاين مساكين واحد الامهات يعني راهم المومو تاع الاختبارات، الله يحسن عونهم، ولقاهم شهر رمضان. نقول لكم خواتاتي الله يكون في عونكم، يعني كيما نقولوا سورتو لي تكون خدامه، ما تجي تنقي، ما تجي تغسلي، ما تجي تقري، ما تجي يحسن عونكم. والله حنا رانا في الدار وهكاك وماناش يعني مسلكينها كيما نقولوا 100%، يعني توجور تلقاي هذاك النقص. هذا ما كان شابه نقول لكم خواتاتي الله يكون في عونكم وصاي. وخواتاتي هاد لابغوص اللي راني نحك بها تقلع العجب، هاد لابغوص تاع حديد شروها ماهيش غاليه، 3 دايرين ب10,000 ولا 13,000 ولا هكاك. وكي تبدو تغسلوا بها تقلع لكم عند القباضي تاع الكيكوطه، عند شوفوا تنحي العجب. ايوا شوفوا خواتاتي بعد ما غسلتهم ودرت لهم رغوه تاع ايزيس وشللتهم، شوفوا كيفاه جاو يلمعوا، تقولوا راهم مشريين ماشي مغسولين، والله غير شويه جايين مطبزين شويه وصاي. هذه هي حبيبتي اش نقول لكم يا محلى قالوا كان يبقى. انا الصراحه كي نكون غاسله حاجه جديده كيما هكا نقعد غير نخزر فيها، يعني الطياب وما نبغيش نطيب فيه، زعما نقول انا غير كي غسلتهم كون نصيب ما نطيبش فيهم، بصح تعاودي تطيبي فيهم ويعاودوا يعني
يرجعوا كيما كانوا. شي هي الوحده اللي نقول لكم حاجه، كيما نقولوا حاجه اللي تتوسخ لك تمتم تغسليها وتحكيها هكا باش ما يكثرش عليك الغسيل وما يكثرش عليك الصوالح. هذه هي حبيباتي. المهم خياتي ما نكثرش عليكم، ان شاء الله نكون فتكم في هذا لا فيديو. هيا وما تنساوش اللي ماهيش مشتركه في القناه اشتركي في القناه وديري تعليق وجيم هكذا باه يوصلك كامل جديد. وراه عندي وصفات ان شاء الله في رمضان. هيا وما عليا نقول لكم تهلاو في رواحكم وفي امان الله وفي وصفه جديده ان شاء الله.